حضرتك بدأ كنت انا وزمايلي من الشركات، من الشباب اللي فهم. لا قول لي بقى يا عادل بيه، انت كيف بدأت؟ هنا كانت اخدك البداية. بس كتجربه كده للناس. هنا كانت البدايه. البدايه ان احنا تجربتنا خرجت من رحم رؤيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للتنميه المستدامه في 2030. عملت ايه بالظبط؟ توجهت انا وزمايلي 23 واحد ورحنا اخذنا من شركه تنميه الريف، عملنا شركه مساهمه وتوجهنا لشركه تنميه الريف المصري الجديد واخذنا 238 فدان في المغرى وبدانا نأسس الشركه سوا وتعاقدنا مع شركه تنميه الريف المصري. ثم انضم لينا بعض الشركاء التانيين، رحنا واخدين كمان في غرب المنيا 1056 فدان وبقينا يعني بدل ما كنا صغار شباب خريجين وصغار مستثمرين، مستثمرين كبار، بقينا من كبار المستثمرين وخدنا 1056 فدان في غرب المنيا في مشروع 1.5 مليون فدان وزرعناهم زيتون بالكامل مع حضرتك. ال1000 وشويه كلهم. وشركه تنميه الريف المصري قدمت لنا كل الدعم اللوجستي والارشاد وقدمت لنا كل حاجه وعملت لنا قريه ريفيه صغيره والمعدات معلش انتوا بداتوا بكام فلوس؟ احنا بدانا بفضل الله سبحانه وتعالى ب 238,000 جنيه. انتوا المجموعه اللي خدتوا كبدايه ده البدايه اللي اسسنا بقى الشركه. ثم بقى لما جينا عند الدفع كل واحد فينا دفع 10,000 جنيه على كل فدان، يعني حوالي 2,800,000 وبدانا تعاقدنا مع الشركه وبدانا نطلب انضمام شركاء لينا. ففي ناس امنت بينا واشتغلت معانا من زمايلنا ان احنا بالارض وهم يشاركونا بالزراعه مع حضرتك، وبدات التجربه تكبر لحد ما خدنا ال1000 فدان. زرعت ايه في المغرى؟ زرعنا في المغرى نخيل واشنطونيا اللي هو نخيل الزينه. ده بغرض ان انت عندنا النهارده اكتر من 700,000 فدان في الظهير الصحراوي وبقوا مدن جديده. العاصمه الاداريه 173,000 فدان. اللاندسكيب كله. فكل المدن الجديده بتحتاج نخيل واشنطونيا للزينه. ففي طلب موجود على ده لمده طلب مستدام لاكثر من 20 سنه جايين. زرعت الارض. فزرعنا نخيل واشنطونيا ده عشان الفدان بياخد من 2000 ل 3000 شتله في الفدان. النخيل ده بيقعد 5 سنين في الارض وبيديني من نص متر لمتر ونص. باع النخله بحوالي 900 جنيه وتوصل ل 1200 جنيه في المواسم. فطبعا القرى السياحيه كلها اللي في الساحل الشمالي كله بياخد منك وكله بياخد مننا. ده اول تجربه في المغرى. وبعدين رحت على غرب المنيا زرعنا زيتون. زرعنا زيتون في غرب المنيا وعندنا الحمد لله بشاير منه. تشجعنا بقى فدخلنا اخذنا ارض في وادي النطرون بالقرب من دلتا الجديده وزرعنا زيتون برضو في وادي النطرون وعملنا مصنع لزيت الزيتون بدائي صغير كده. تعاقدنا مع محافظه البحيره طبقا لقانون 144 لسنه 2017 وخدنا 180 فدان برضو زراعه وزرعنا فيه زيتون وعملنا عليهم مصنع. بعد كده لقينا ان السيد الرئيس بيوجه بتوطين التصنيع الزراعي. ده الاساس ان احنا عايزين، مش عايز يصدر زيتون ولا البرتقال برتقال، عايز يصنعه. بالظبط.